ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. جايب لكم النهارده تفاصيل الراحلين عن الاهلي في يناير الجاي. 9 لعيبه راحلين. 5 بصراحه كنا متوقعينهم كلنا، و4 بالنسبه لي كانوا مفاجاه. من ضمنهم واحد انا كنت مستعجب ان هو ماشي، يعني ده ما كنتش اتخيل خالص ان هو يمشي من الاهلي. ندخل في الموضوع على طول. معانا في اول 5 المتوقعين. معانا رقم 1 يوسف ايمن. يوسف ايمن اللي هو لعب بالظبط في الاهلي 50 دقيقة فقط. الراجل خد بطولتين، مع البطولتين 73 مليون جنيه. معرفش بقى مين يتحملهم دول، يعني واحد لعب 50 دقيقة خد 73 مليون. معرفش بقى من الإدارة اللي تحمل الموضوع ده. رزق الراجل أنا بصراحة مش فاهمها. الراجل ده جه يعمل إيه وجه ليه؟ ندخل على رقم 2 على طول. رقم 2 معانا هيبقى بيرسي تاو. بيرسي تاو اللي هو الراجل ده برضه ولا عايز يلعب ولا عايز يمشي. قال لك مشوني هاخد عقد كامل. بقى عقده 600 ألف دولار. الخطيب شايف ان هم كتير، يعني شايف ان هم 600 ألف دولار عشان ياخدهم تاو عشان يمشي كتير. خلاص لعبوه، يعني مش عايزين تمشوه، لعبوه. ده بالنسبة لبيرسي تاو. رقم 3 كريم نيدفيد. كريم نيدفيد اللي انا اصلا مش عارف ازاي بيلعب في الاهلي. والله العظيم انا لو داخل حجز بلعب حجز كوره ما هاخده معايا. دلوقتي هو رزقه جاي له عرضين. عرض من المصري بيع وشراء، وعرض صفقة تبادلية من زد مع العش. برضه انا مش شايفها يعني صفقة يعني توب، مش صفقة سوبر. انا هاخد العش برضه هقعده جنب اخواته على الدكة. خد لك كرسي واقعد جنبهم على الدكة، مش هيلعب. كولر قال لك مش هلاعب حد مصري. مفيش حد في الدوري المصري ينفع يلعب اساسي في الاهلي. فانت هتجيب العش هيقعد بره يتركن جنبهم في الدكة. فانت تستفاد باي فلوس تيجي من النادي المصري. اي فلوس تيجي من كريم نيدفيد استفاد بيها، لان العش لو جه هيركن جنب اخواته على الدكه. ندخل على رقم 4. رقم 4 للاسف انا لعيب بحبه، يعني بالنسبه لي انا رضا سليم بحبه، وانا مش شايف اللي هو خد فرصه كامله. رضا سليم معاهم جاي له عرضين من قطر، بس العرضين للاسف اعاره. يعني جاي له عرضين اعاره من قطر، والوكيل بتاعه ده اللي هو رافضه. يعني اللاعب رافض برضه ان هو يروح اعاره، والوكيل بتاعه رافض ان هو يروح اعاره. عشان يمشي من الاهلي هيبقى بيع نهائي. لازم يجي عرض بيع نهائي لرضا سليم عشان يمشي. ويا ريت ما يمشيش بصراحه، انا رضا سليم بحبه يعني. نيجي بقى الرقم 5. رقم 5 كهربا. كهربا جاي له عرض للقطر، في القطر القطري. بصراحه انت عارف لو جاب اي حاجه نمشيه. يعني انا كهربا خلاص، يعني انا مش شايفه في الاهلي تاني. يعني كهربا بالسلامه. ده بالنسبه لرقم 5. نيجي بقى للاربع مفاجآت اللي بالنسبه لي. يعني بالنسبه لي شايف اللي جايين دول مفاجآت يعني عشان يمشوا. عمر الساعي. عمر الساعي يعني يمشي ليه؟ يعني الراجل ما لعبش ولا ماتش، ما خدش فرصه. الراجل كان بيلعب اساسي في الاسماعيلي. الراجل ما لعبش معانا ما شفتوش خالص. يعني لعبه شوط يا راجل نشوفه حتى مع الاهلي هيعمل ايه. لكن ما فيش. عمر الساعي قال لك انا يلعب يطلع اعاره يا تمشوني. انا مش عارف احنا جايبينه نخزنه ولا نعمل بيه ايه، مش فاهم انا برضه جاي يعمل ايه. ده بالنسبه لعمر الساعي. نفس الكلام لكريم الدبيس. كريم الدبيس يمشي عليه نفس برضه عمر الساعي. كريم الدبيس قال لك انا ماشي، انا جيبوا لي انا معايا اعاره، هروح اعاره او بيعوني، انا راجل عايز العب. الراجل ده لعب معانا شويه والله العظيم انا كنت شايفه يعني حاجه كويسه، يعني لو خد ماتشات هيبقى كويس، يعني باك شمال محترم. طب والله العظيم انا شايفه احسن من يحيى عطيه الله. انا مش شايف يحيى عطيه الله ده بيعمل حاجه خالص. انا شايف كريم الدبيس كان بيلعب مع منتخب الشباب. انا كنت بشوفه بيعمل عرضيات، بيشوط، بيلعب اكتف على الجون. لكن يحيى عطيه الله بالنسبه لي انا مش شايفه خالص يعني في الاهلي. نيجي الرقم 8. نيجي الرقم 8 اللي انا مش عارف، انا زعلان جدا عليه. علي معلول. يعني علي معلول من ضمن الراحلين عن الاهلي في يناير. يعني انت شايف ان يحيى عطية الله احسن يا راجل من علي معلول؟ يعني انت شايف اي واحد من اللي عندك في الاجانب احسن من علي معلول عشان يمشي؟
انا علي معلول بالنسبه لي يعني رقم واحد في الاهلي. يعني انا بالنسبه لي علي معلول، يعني بالنسبه لي في اللاعيبه في الاهلي علي معلول رقم واحد. نيجي بقى لرقم 9. رقم 9 دلوقتي اللي هو بالظبط تمشي عليه والآن مع المفاجأة الكبرى. يعني رقم 9 معانا هيبقى، مش هقول لكم دلوقتي ماشي، بس هو لاعب انا كنت عمري ما اتخيله ان هو يمشي من الاهلي. لاعب انا قلت هيعتزل في الاهلي، مش عارف ازاي ان الاهلي يقدر يستغنى عنه. اللاعب ده ما يمشيش، يعني اللاعب ده ما يمشيش من الاهلي. فانت لو عرفت اللاعب قول لي في التعليقات تحت مين اللاعب، او اكتب رقم 9 وانا هبقى اقول لك مين هو اللاعب. يلا اشوفكم على خير في حلقة جديدة. يلا سلام.